بدي رحب فيك سوما. اليوم انت معنا، بس نشيل النظارات ونرتاح، نشيل الطاقية. شو اوكي، رأيك؟ وانا حابب رحب فيكي ورحب بجمهوري، اكيد متابعيني المحبين اكيد. بس الدنيا شوب كانت برا. اوكي تفضلي. واليوم سوما رح يكون سوما تاني. اكيد. هلا شوفي، هلا انت مو صومة تانية، اكيد لا. هلا انت في شغله، لكل مرحله إلها مثلا شخصيه. رح نحكي بكل المراحل. اوكي. هلا انت مثلا أه تحطي كل ثقلك مثلا بشيء موضوع معين، اكيد لا. هلا انت بدك تحطي اول شغله 20%، 30%، 40%، 50%، بعدين حطي 70%. اكثر من هيك ما بنصح حدا يحط اكثر من 70% بالطاقه اكيد. طيب، السوما أو هيثم العمري؟ هلا هيثم ما بحب انا، لانه مشان الرزق اذا بدك، انه مسكر من اوله ومن اخره. اللي بيفهم بالطاقه اكيد، يعني الهاء والميم مسكرين اكيد. مو لسبب كرهك لشخصك لا لا كهيثم؟ اكيد لا، لا اكيد لا. بتحبه لهيثم؟ هلا شوفي، بالنسبه لي انا مليون شخصيه ما قلت لك. بتحبه لهيثم؟ هلا انا بحب الجوكر. ليش الجوكر؟ الجوكر لانه كل الطقوس، كل الاشكال، كل أنا الالوان. بدي نرجع لورا، لقبل الطقوس، لقبل الشخصيات. انا وصغير هيك بدي مميز. ارجع لإلك انا لجواتك. شوفي، من انا وصغير بحب اكون قائد، لانه التاريخ بعمره ما ذكر جندي. حلو. بساوي مثلا اتعلم السواقه، بساوي حادث 2 3 4 5 10، كسر سيارتين 3 و10 بعدين تعلم السواقه. شو سبب اختيارك للسوما؟ هلا وشو يعني شو اوكي. يعني كلمة السوما؟ هلا باللاتيني سوما يعني النار او الجحيم. يعني من الشيطان؟ لا النار والجحيم. لا، الجحيم هي النار، قوه. هلا النار قوه اكيد. شو اللي خلاك تختار؟ النار اسمى. تحب إلها تكون قدسية أكتر تحب النار. تكون نار بالحياة؟ اكيد. انا كثير نيراني على فكره، كثير عصبي، كثير مش شوي. فتي على السجن، طلعت من السجن يعني قلبت 350 درجه. انا هذه بعرف انك عصبي وبتضرب كمان، مو بس عصبي. كنت زمان ايه يروح قلبي متعه. عندي كان بحب العنف، متعه. حتى لعيبتي كانوا يخافوا مني اذا بدك. مره فتحت دوله والله جبت 10، حطيت واحد جنزير، واحد حديده، واحد كذا، هجموا علي. طيب، فصدقا كسرتهم. هيك بدي اياكم يعني اكيد. ثاني يوم ما اجى حدا. خلينا نرجع للعيلة. لوالدك كان موظف بوكالة الغوص. كان مدير عام اكيد. خلينا انا اخذ نرجع شخصيته كمان لهذيك مثلي، كان الأيام. نرجسي وعصبي وقوي تأثرت فيه اكيد بحياتك؟ كثير كثير. تعرضت؟ كان اب شرقي. يعني تفوتي على البيت زدت الابره تسمعي رنتها. ضرب؟ ما تسال انه خرجيه او كذا او صوتك يطلع او بدي بابا او ما في هالحكي، ما في عندنا هالحكي بالمره. ضربك بيوم من الأيام؟ اكيد كسرني، مو بس ضربني، متعه. اخر شيء مضروب، ما عاد فرقت معي. أوف. ما عاد ضربني. انا الوحيد ما كان يضربني. بضرب، انا مو خايف منك، ضربني عادي يعني، ما عندي مشكله. حتى انا بقول له انا صاحبك ماني ابنك. انا بحب اكسر كل الحواجز. هلا في حاجز بيني وبين اي شخص، انا عندي متعه اني اكسر هذا الحاجز، مع استاذي، مع والدي، مع بالجيش، مع الضابط تبعي. بحب اكسر الحواجز. ما عندي حواجز. هلا انت بتصنع الحواجز. هلا انت مش اي شخص شو مشكلته؟ بيحاول انه ما يزعل اللي حواليه، بده يرضي الكل، وهيك عم يزعل الكل. طيب، أنا بدي أكيد. تهدي، تتنفس، اوكي. ونحكي عن شخصيتك القديمة. شوفي، انا وصغير بحب الوحده، بحب التميز، بفكر بحالي شو بدي. انا بسال حالي كثير سؤال، شو بدي. بتحب الوحدة؟ اكيد. عانيت من العالم؟ لا لا اكيد لا، بس انه هلا في شغله مو هيك. ما بحب افكر مثل اي حدا. بحب كون مميز. انا وصغير بحب اجيب كل شيء، اشتري كل شيء، اطلع فوت. يعني اذا بمشي مع اصحابي كان جيلي اولاد حارتي ما معهم يشتروا. ما أحيانا بيكون ما معهم الواحد ياكلوا. بيلجأ لأنه يكون مميز بالشكل وبالهي، لأنه بيكون في عنده نقص داخلي مثلا. كل واحد عنده نقص اكيد. أنت عندك؟ عم كملوا ايه اكيد. كل واحد عنده نقص اكيد. بس منه في مين بيخاف من نقصه. انا بالعكس بحب ترجمه للغه. طيب، كيفك مع الكذب؟ انا متعه. انا انسى على فكره، عندي متعه بالكذب. كذاب درجه اولى، متعه، استاذ بالكذب. والله عم بحكي جد، بس تعلمت الكذب. سوما، اليوم لما بترجع على بيتك بتفوت، تخيل معي، بتفتح الباب، بتكب كل شيء برا.
ما عندي شيء احتكم به. شو اول شيء بتحس فيه لما بتفوت الوحده؟ لا بتعب. انا شوفي انتم بتملوا، بتحسوا بالوحده بالملل، انا ما عندي وقت. انا بدي شخصيتك يلي جوا. انا مليون شخصيه مع بعض. بدي هيثم. انا دوله ضمن دوله، عندي دوله، عندي دستور خاص فيني. بدي هيثم اليوم. عم نحن بدنا هيثم معنا. انا عندي متعه مع حالي، بحب احكي مع حالي كثير. بحب ارقص، اكتب موسيقى. عرفت انك بترقص بريك دانس؟ اكيد، وشرقي اذا بدك وكل شيء. بترقص شرقي؟ اكيد. ليش يعني عيب يعني او كذا؟ بالعكس لياقه وليونه. انا كنت مدرب في هذا احنا وادي اذا بدك. سوما اليوم في نظرة عامة بتتاخد عن الأشخاص اللي بيشبهوك، إنه أنتوا أذكياء، أنتوا بتستخدموا الجنان لتعملوا يلي بدكم إياه بالبلد لحتى ما حدا يعاقبكم بشيء، لحتى ما يكون في قوانين عليكم. تمام. هذا شو؟ شوفي هلا في شغله اكبر شيء جنوني انك تكوني مطلوبه، اكيد فانا مع الدوله، اكيد انا ماني مضطر افوت بهذا المجال. هدول اللي عم تحكي عنهم اكيد ما دخلني فيهم انا، اكيد لا. أنا عم أقول أنت عم تستخدم الجنون وتتظاهر فيه لهذا السبب؟ اكيد لا، انا قمه العقلانيه على فكره، انا عكس ما تفكروا انتم. اكيد انا اي شيء بساويه له حسابات اكيد ومدروس. تحسب؟ اكيد وين بحط اجري بعرف وين حاطها. اذا بدي اوقع بعرف حالي رح اوقع اذا بدك. حتى الانتقادات على فكره، اغلب اي شخص انتقدني على فكره انا اثرت فيه بالصميم اذا بدك، وحابب يكون مثلي بس صعب. فات الاوان، الاطر فاتوا. العالم بحبوا يقلدوك؟ هلا بحبوا يصيروا السوما اذا بدك. سوما ولا هيثم؟ هلا العالم ما بهمها شخصي اكيد. هلا شوفي شغله سوما ولا هيثم ولا يعني هلا اكيد الرز مثلا شو ما سميتي بسمه او كذا او الريف او كذا رز تمه. فانت الشخص اللي عندك مضمونك. لا انا بعرف انه حدا ذكي مثلك اكيد ما رح يسمي. ماني ذكي، قال لك انا ذكي. رح يسمي سوما. شوفي انا مو ذكي، انا بدي اعيش. غيري مو عايش او ما بيعرف يعيش او مو حابب يعيش او ما بعرف، يعني في شيء يعني انا بتكيف. اهم شيء التاقلم والتعايش مع اي وضع. فانا ما عندي ازمه. حلو ستايلك اليوم. شوفي لسه اكيد حلو التميز باي شيء اكيد. حتى هلا عم على جسمي. شو سر الطوق؟ فينا نفرجيه على الكاميرا. هلا هذا الطوق يعني هو الفيل اذا بدك، صمود، تحمل. وعلى فكره يعني هلا الفيل يعتبر اقوى حيوان بالغابه، بس ما له عدواني، بس ما حدا في يقرب عليه. بتحب الرموز؟ كثير. في معي اليوم رموز بدك تفك لي اياها. ممكن بكيرها هالوقت، شو هيك؟ موافق؟ لا بكيرها هالحكي. لا بدنا نفكها. فيك تشوفها وفيك تحكي اللي بدك. رح افتح لك اياه. انا في اشخاص بتعرفني على فكره بيعرفوني انا بهذا الموضوع على فكره قوي يعني. خلينا بس ما بحب فوت فيه يعني. خلينا نشوف هذا بالبدايه. لا ما بشوف فيهم هدول. لا رح كمل لك الصور. هدول ما بشوف فيهم. رح كمل لك صور. سحر هدول. رح نحكي بهذا الموضوع. طلاسم وكذا. رح نحكي. على فكره السحر ما اكتمل. لا رح كمل لك الصور. شوف أوكي. في صورة ثالثة معي لسه. هذا وقف الحال. ايه انشاطه فاضي. هذا وقف الحال. بدي اياك بس تصفن فيه. وقف الحال اذا بدك. ايه والرزق طلع الورقة يلي فيها وجمعهم مع بعض. شايفتك عم تعرف تقرأ صح؟ هذا الوقف الحال. إلك شغل. ايه تخرب امور، تفرقه اكيد، نفور. بتقدر أيه. تعمل هيك شيء؟ لا ما بشتغل هيك شغل، لانه بنأذي. اللي بيشتغل هيك شغلات بنأذي هو واهله وعيلته. اكيد. كيف تعلمت سوما تقرأ؟ بالفطرة؟ كان في تاريخ بالعائلة له علاقة بهذا الموضوع؟ لا ما كثير، انا مو كثير بهمني.
هلا في شغله، انا يمكن في عندنا بالعيله واحد جدي كان روحاني اكيد، وانا اخذ منه، بس ما الحكي ما يعني 1 زائد 1 يساوي 2. هي وراثة القصة ولا ايه انا شو؟ اكيد اي شخص بيجي عندي بقرا كل شيء عنه، بحس عنه كل شيء اذا بدك، اذا بصير عنه شيء بحاول بعده. ايه بس ما فوت انا انه هذا طلاسم وهاي وكله، يعني لا شوفي هلا حتى السحر ما اكتمل. يعني طبخ سم بدوقه، هاي المشكله، اللي مسوي سحر يعني طلع عليه فايت بالحيط يعني هذا الحكي، هي المشكله. يعني ما مطعم كثير شغلات، يعني انا بالنسبه لي طبخ سم بدوقه. هون المشكله. طلع على شكلي، بس انا ساحر، طلع على شكلي كوني مقنعه، اسلوبك، حديثك، نظرتك، كوني روحانيه كمان نفس الشيء. قلت لي انه جدك له علاقة بهذا الموضوع. لا اي جدي القديم مو جدي الاساسي، يعني جدودي. اي كان عنده خبرة كان بس كان يشرد بالغابات وبالجبال شو كان يصير؟ كان يغيب 2 3 ويرجع، كان يعالج العالم. ما بدها شيء. طب انا بدي تجمع لي اياهم كثلاثة وتحكي لي شو ما دخل هاي ما دخل بهاي. بدي تحكي لي شو معناهم لهدول. هاي وقف الحال، نفور، تمام، ورصد، تمام، انه الشخص بصير يكره حواليه، العالم اللي حواليه تكرهه، نوع من انواع النفور، تمام. هي طلاسم. ايه هلا هاي نوعا ما انه تحسي انه الواحد يمكن ينتحر. هاي الدائره والمثلث انه ينتحر، ما عاد ياكل، ما عاد يشرب، بيمرض، وهم، يعني يصيب هي وهم. بتنعمل لشخص هيئ لهم تحت كل شيء، تحت بند هيئ لها، صرت تشوفي شغلات تتهيأ لك شغلات ما حدا بيشوفها غيرك. يعني هي ما بدها شيء، المعوذات تقرا المعوذات وآية الكرسي 3 مرات خالصين، بس باي بس. والحصان هذا الحصان هو نوعا ما الزوجة أو الحبيبة، جلب الحبيب. هي الحصان. تورطت شي يوم من الايام بانك تعمل شيء ماني مضطر. بس انت عندك بالفطرة، يعني انت قادر. ماني مضطر، ولا لاني ما بشتغل ماني مضطر. ليش هل انت بس تسوي شيء بالسحر وتجيب شيء بالسحر، تمام؟ يعني انت هذا الشيء اكيد يعني ما حتحسي. فيني اخذهم بس ونخلي صورة الحصان. ليش جعلكتها؟ هو الحصان، هو هي الحصان الحبيبه، بس لا يعني او المهره او بس ليه طعشتها للورق؟ ما فحصته لا، بس كانت عم طلع من بس هي الحبيبه. هلا الحصان هو شاف طلع عليه، هو الحبيبه يعني اكيد. بتحب الأحصنة؟ هلا نوعا ما هو رمز القوه اذا بدك. شو أكثر حيوان قريب منك؟ انا الحصان المجنح بحب، المجنح كثير بحبه، اكيد انا ما دخلني بالحيوانات اكيد لا. قال لي انا مثلا بحب سيدنا مثلا حمزه عم الرسول، كان صياد الاسود، متعه، بعشق هذا بتحب تصيد؟ الاسود بس، متعه. وبالحياة؟ هلا بالحياه انا بالنسبه لي ما في شيء بالدنيا ما سويته، اي شيء بدي اياه باخذه، اسلوب. يعني بتستخدم هاي الطرق؟ لا اكيد لا. لكن كيف؟ بعتمد على حالي. بأي طريقة؟ هلا انا في شغله عندي اصرار مو موجود عندكم. هلا احنا بنشتغل اكيد وبدنا هذا الشيء، بس احنا ما بنعطي الحجم الكافي، التفكير الكافي. هلا احنا بالحب والتسامح والعمل نسمو، بالحب والتسامح والعمل نسمو. انا هلا مثلا واحد غلط معي بسامحه، مو مشان انه انا قلبي طيب او منيح، اكيد لا، مشان اقوى اكيد. يعني ما بضطر انا اهدر طاقه عليه، هاي الطاقه انا بجمعها لشيء ثاني. طيب تحب الخواريف؟ تاكل؟ عنا هاي التقليد بالعيله، عنا احنا ما في، عنا احنا العيد بالعيله معروفين، احنا العيد بالعيله عنا الخروف، يعني نجيب خروف نذبحه نقضي اكل لحمه، هاي العيد عنا. شو اكثر شيء بتحب تاكله بالخروف؟ انا بيضات الخروف متعه، كنا نتخانق عليهم. كان جدي شو بيساوي، يلا عم يفتح بطن الخروف ويجيب شيء 20 بيضه ويحطهم هيك، كل واحد يعطي بيضه، كنا احنا يعني احفاده يعني ايه. فكان الخروف تبعنا بشي 100 بيضه. احنا عندنا متعه التراث، الاكل، هي اللحم هاي، وهذا الشيء على فكره بيأثر بالبنيه. خلينا عم نحكي عن الخروف. ما اذكرك بشيء. ما عادي. طيب رح اعطيك ورقه بدي منك تقراها، ما رح تنعرض على الكاميرا.
رح تقرأها ورح تقلي شو بدور ببالك. بس ما تجعلك ما تتوتر. لا اكيد لا، ما توترت انا. تفضل. انا ما بتوتر. انا نوعا ما، شوفي هلا السحر ما اكتمل، ما حدا بيشتغل بالسحر وما حدا دخله بالسحر اكيد. ليه لابس هذا الطوق سوما اليوم؟ قلت لك رمز الصمود. ما يمكن يكون له علاقة بهي الأمور، عم تحاول تظهر شيء مثلا انا للجمهور. بالنسبه لي العالم تعبانه. شو بالنسبة إلك هذا اللي هذا سرقته؟ قلت لك انا بالنسبه لي هذا يعني حسب قناعة كل شخص اذا بدك، في ضعاف النفوس. شو في أشخاص تبعوا هذا الموضوع بتعرف؟ ايه فاتوا فيه وكذا وعملوا طقوس قدروا يحققوا مصاري، قدروا يحققوا نوعا ما. هلا هو يعني هلا في قانون جذب للرزق اذا بدك. ممكن ايه، في ممكن انا شغلته صح بس انه يأذي حدا، شوفي انا بالنسبه لي صعب. هذا الحكي انا بالنسبه لي ما مقتنع فيه. ان فلان انسحر وفلان عمل له عمل على الرسول انسحر، اوكي انا معك. بس انا بالنسبه لي يعني بزمننا هون، بزمننا حتى اللي بيشتغل بالسحر بيكون صالح. ما عندنا صالحين. بيكون صالح كيف بيكون مهيأ، ايه اكيد مش على حاله اكيد. مو اي شخص انا صرت ساحر، اكيد لا. اكيد لا. اول شيء يكون عنده روحاني. تمام. هلا السحر مش طيب. مسحوب السحر من القرآن. سمعت شي يوم حدا تزوج جنية؟ ايه اكيد صاحبي. ايه وعنده 3 اولاد. متزوج جنية؟ هيك قناعاته. هيك هو انت مقتنع. شفتها؟ وبيجي على البيت اغراضه مكويين وعنده اولاد. وعنده اولاد، امور صارت باللوج اذا بدك وركب سيارات. بعيلتك ما في هيك حدا؟ لا ما وصلت لمعلومة بتقول انه في حدا من العيلة هو كان متزوج. ما بعرف. انا بالنسبه لي انا بخافوا مني. ما بحس فيهم. احيانا بحس فيهم ايه، بس ما بيطلعوا لي اكيد. بدنا نروح هلا لفقرة خاصة شوي. بدي سمعك شغلة أول شي، بس تعطيني الورقة. بدي إياك تتنفس، ترتاح وبشرب مي كمان. وتشرب مي. موبايل بس ممكن؟ لا انا شخص كثير مصالح معها. طيب خلينا نهدى، اوكي؟ غمض عيونك، بس اقول لك فتحهم. في بدنا نفتح عيوننا على 2014. البيت اللي بعته سوما لتشتري نادي، هذا النادي اللي كان مكلفك كل تعب حياتك. نوعا ما انه مشروع اكيد. اوكي خلينا هاديين، تنفس. انا قناعاتي البيت ما أوكي. بيجي مشروع، بس المشروع بيجي البيت. طلع فيني. ما بدي تحكي، بدي تسمع. اوكي طلع فيني. انا ما بدي ماشي. بدي ترجع لل 2014. ايه اكيد ترجع. ما عندي مشكله. ما انا أوكي. بالنسبه لي اي شيء سويته ماني ندمان عليه. خلينا نتذكر فترة النادي. حلوة. كنت مبدع. فترة النادي اسالوا عني. كيف بلشت؟ كنت فاتح اول شيء نسور الشام. تمام. فجأة شريكي باع الحديد. احنا كنا اخذين ابو اشار، بدنا نسلم لابوه، فاضطريت بيع بيتي مشان ما اسلم لابوه. وجبت النادي. انا قلت لاخواتي شاركوني بمشروعك. بلشت بمشروعك، بلشت الامور تكون منيحه هيك. اكيد. لاول كف اكلته من زوجتك. لا شوفي انا قد صار لي عايش بعمري، ما عندي جرأة. شوفي انا رجل ولست ذكر. انا يمكن بعمري صوتها انه يعلى علي. انت جربت مره تضربها ضربه مميته صح؟ ما عندي مشكله اكيد. جربت مره بس تغلط بنضرب اكيد.
انا كثير عنيف، بس انا بدي مشانها. شو عملت معك بهي الفترة؟ شوفي انا بحب، شوفي انا كنت فايت على مرحله كبيره، تمام، مشاريع، يعني مخي انا مشاريع، تمام. شو عملت معك هي بهي المرحلة؟ كانت معي، لا كانت معي قلبا وخالد. تركتك؟ لا ما تركتني. خانتك؟ لا انا كنت احلف بعيونها اذا بدك. بس هي خانتك. شوفي انا كان صدقا بقدسها لهلا، يمكن تحبها؟ هي الوحيده اللي ما بتخون. هي حبتني مو انا. هي اللي حبتني مو انا. النظام السابق بهي المرحلة كضباط شو أثر عليك بالنادي؟ انا بالنسبه لي كنت داعس عليهم، حتى ب 2015 اذا بدك هجمت حاجز بسان وتشرين وسطحت 15 عركه عسكري، واجى امر تصفايطي على اساس يشحطوني بسيد البلد ويعلقوني اذا بدك بشارع البلديه، حتى يوم المقدم قال صفوه، تبقى صفيني طيب. الي. هلا يعني حتى هذا الحكي بالجريده بيعرفوا، وفي اشخاص حكوا انه مشان مرته طلعوا. ما اللي بيعرفوا انا على فكره انا كنت قوي كثير. طيب خلينا ما نروح لهون، خلينا بحياة هيثم. أنا بعرف أنك متعرض لصدمات كتير كبيرة. لا ما بتعرض. واللي هي أول صدمة الخيانة مع ضابط. لا لا لا. لبعد فترة شلحت النادي. لا 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 لا. ما شلحوك النادي؟ لا لا أنا بعته. أنت بعته؟ إيه فتحت مركز الليدي. شوفي أنا هلا في شغلة يمكن، هلا أنا ومرتي ما دخلنا بالبشر، عندنا طاقات رهيبة. وين مرتك هلا؟ خلص انه انا يعني انا بالنسبه لي فتره ومرقنا منها، بس انا كنت احلم بعيونها. مرتك وين هلا مرتي اذا بدك تطلع بالواحد كانت توصله قلبه، عندها نظره كنت اعشاها. ما يعني شوفي اي حدا ما انه رجل معه اذا بدك، وانا مش هذا الحكي اكيد ومقويها. بتحبها لليوم؟ هي حبتني مو انا. ما بتفقد لها؟ لا اكيد هي حبتني مو انا. شوفي انا بالنسبه لي انا لاي شخص ربح، هي قناعتي بالحياه. شو رايك؟ مو لاصحابي انا ربح، لمرتي انا ربح، لاهلي انا ربح. بال 2014 تعرضت كمان لصدمه ثانيه واللي هي وفاه بنتك. مو ب 2014 لا، وين بعد 2017 بنتي توفت. وفاه بنتك عادي هن يعني خطا طبي اذا بدك، او هن قتلوها. انا عندي طاقات اذا بدك معروفه، ابو عدي تعاطى طاقات بجديد البلد، كان ضباط والامن كل يعمل 1000 حساب اذا بدك. كيف قتلوا؟ وحاولوا 100 مره اذا بدك يصفوني ما طلع بايدهم. كيف قتلوا؟ حتى تعرضت للضرب اذا بدك، بس خلصوا الهدمات فزيت، خبط واحد بوكس خبطته بالحيط. يومتها اجوا جماعه اصحابي، مين سوى فيك هيك؟ قلت له عم تلعبوها علي، مين سوى فيك هيك يعني. بدي حتى الضابط اذا بدك، بدي بس تروق، ما بدي نطلع على الموضوع. حتى العقيد اذا بدك عم يغسل لي راسي العميد، قال لي أوكي، نفخ رح مبين، نحكي هذا ما يطير رح ياكل الدود. رح نحكي بهذا الموضوع. ما بدي شيء، بدي اهم شيء ما تخافي. بدي ارجع. انت عم تروح على المواضيع، فهمانه شعورك. شوفي اللي ما بيخاف بيخوف. انا فهمانه شعورك. هلا شوفي انا شوفي هلا لك شغله، انا موضوع الخيانه شوفي هلا انا في شغله، انا رجل ماني ذكر، تمام. انا اي شخص معي عندي ثقه فيه عمياء، فانا هي موضوع الخيانه مو بحساباتي كلها. ما بفكر فيه. عيب الزلمه يفكر بهذا الموضوع، اكيد لا، او يغار او كذا او لا لا لا، احنا اكبر من هيك، اكبر اكيد. بس يمكن هذا يكون تبرير لحالك لانه تعرضت لهيك شيء. لا شوفي، مانك عم تبرر هلا، مانك اكيد لا شوفي اكيد لا شوفي انا زلمه صريح، ماني مضطر ابرر. عندي فيها ثقه عمياء ولهلا ولبعد مليون سنه. وينها هلا هي وابنك؟ شوفي هلا لك شغله، كل واحد له حياته الخاصه. طيب هي مانا عايشه معك. هلا في شغله، انت لك حياتك ولي حياتي. حابه تكوني معي انا معك، انت مو معي انا مو معك، بس يعني حتى اذا بدك يعني كانت عم تمزح مزح، قالت لي انه طلقني وكذا، قلت له خلص بكره بعت لي المحاميه، كنا عم نتغدى اذا بدك، عزمتني على الغداء عند ابو العبد، قالت لي حكت لي قصه يعني مفبركه انه في ضابط بده يقتلني وبده كذا وخايفه علي انه نتطلق بعدين نرجع لبعض وانه هو بده اياها يعني فبركه اذا بدك. يعني الضابط هذا خرب حياتك بهذيك الفتره. هلا بالنسبه لي انا يعني بعرف شو عم اشتغل. شوفي انا بالنسبه لي يعني ما بدنا نتعمق كثير يعني، بس قلت لك بالنسبه لي يمكن انا بعرف موضوع النظام موضوع وقت.
ورايح اذا بدك. انا حكي بعرفه اذا بدك من 2018 19. كنت بفاتح نادي بالفضل اذا بدك، وخان الشيح، كنت مدرب جيش حر اذا بدك. طيب كنت عالجهم اذا بدك. خلينا نرجع شوي انا اسفه بعرف الموضوع هو مزعج. شوفي انا بالنسبة إلك. بتعرفي شغله، اقول لك شغله. انا حلو فيني، شو الحلو فيني؟ جريء وما بخاف. حتى الاهل بيعرفوني يعني. خلينا نحكي عن وفاة بنتك شوي. توفت. قتلوها اذا بدك، جرعه زايده. انه هي انت عندك طاقات وهي بنتك توفت. بأي مشفى؟ مشفى الاطفال. رحت امتى؟ ضربت الدكتور وقتلت الامن اللي تحت، كان 4 عناصر، حالك محلي. كانت مرحلة صعبة. لا عادي، شوفي اخذت روحها. عم شوفها بعيونك هلا دمعت. لا اخذت روحها. لا شوفي، انا في شغله هلا انا اي شيء بستغله الي لصالحي، بقوى اي شيء بقويني عكس العالم. اخذت روحها. اي انا نزلت على القبر، وهلا هي معي على فكره. في شغلات مي وطيد تموت بس الروح بتتم معنا اكيد. هلا عايشه معي اذا بدك، هي عم سليني وين ما اروح هي معي، قاعده معي بالبيت. بتحكي معها؟ معي جواتي. اكيد. وضحكتها اكيد هي مقويتني هلا اذا بدك. شوفي انا متعمق كثير. هل هي ماتت مشان تعطيني روحها الي، تعطيني طاقتها يعني. حتى اولادي مو عاديين، حتى مرتي مو عاديه، انا مشتغل عليها، اعطيها طاقه. بس هي ليش هيك سوت؟ انا نفسي اعرف، ما حتلاقي مثلي. هون المشكله. ليش خانتك؟ ما خانتني. ليش تركتك؟ لا مو هي. شوفي هيك شغله. في احيانا واحد يتوه رايه. خيانه ما في. لا ممكن هي تاه رأيها عنك؟ ايه ما في خيانه، بالعكس. انا قلت لي طلعني، قلت لا اوكي تكرمي. ثاني انطلقت انا. هتقول لا مسك فيني، قلت له اكيد لا، انا شخص ما بده اياني انا ماني معه. بدي تقلي شو يعني وحده اليوم؟ ما في وحده، ما في. كل عايش بوحده. انت عايش الكلام مكذب على بعضه. طلع في ما حدا بيحب حدا. خذي مني. هلا انا ومرتي عشنا 16 سنه حب، 13 سنه حب اذا بدك، عن جد حب. وهذا الشيء يعني كل قلب ضدنا اذا بدك. انت متزوجها من عمر 17؟ كان عمرها، لا عمرها كان انت كان عمرك 16. انت كان عمرك 17؟ لا كان عمري 24 22، هي عمرها 17. لا كان عمرها 16، انا عمري كان 26. عم شوف بعيونك هلا. انا عشت قصه حب. انا حلو، انا عشت قصه حب حقيقيه. قدرت تحب بعدها؟ شوفي لا عم دور. شوفي انا بالنسبه لي في شيء ابدع. في عندي كثير شغلات. الحب كثير حلو، الحب مصدر الطاقه. بس انا عشت قصه حب 13 سنه. عارف شو الفكره؟ هاي بتم معي. رح تلاقي حب تاني لقدام؟ هلا ما لقيت ما انا عشت غيري ما عاش قصه حب. عيشي مع غيري ما عاش مغامرات. غيري سكت، غيري ما حكى. انا خلعت باب السجن، قطعت كلبشات، ضربت. رح نحكي عن هي. شوفي انا ما صمتت. شوفي احيانا الكبت انك تسكتي. انا ما سكتت. هذا الشيء اللي بيقويني. لا ما بسكت. ولبعد مليون سنه ما بسكت انا. طيب لو بدي اموت ما عندي مشكله. بدي احكي عن كمان فتره قاسيه مريت فيها من بعد زوجتك وبنتك سوء الحال. شو بيعني لك؟ ليش ما بربي عضلات انا؟ ايه كنت نام سوء الحال. ايه عادي. مرت علي فتره ما في شغل، كنت اشتغل كراشي. متعه شيلطون. اول ما يسعى سوء الحال انه سيليكون وما سيليكون وكذا، بس شافوني بعضل وكذا وعمل خناقات وكذا وصيطت. حتى جماعه الحواجز كانوا على الابواب، بس كل على خناق لك بعضل تكفى منه. هلا من بعد هاي المرحله صرت تعتني بجسمك، صرت هل ممكن عم بتحاول تفرجي للعالم انه عندك قوه خارجيه كشكل؟ انا بس انت من جوا ممكن هلا ما بلش لعب حديد. هلا على موضوع طاقه. انا بدي اوصل معك لنقطه. انا مدرب على مستوى عالمي. اوكي. انا شوفي مدربين صدقا الوطن العربي ما بشوفها انا. هلا المدرب لازم ما يكون ضخم. شوفي المدرب، انا مدرب ماني لاعب حديد. في شغله بس شعبنا يعني اذا ما شاف بعينه، ما اذا ما كنتي ضخمه ما انت. عرفت الفكره؟ انا مدرب. طيب ماني لاعب حديد. انا بدي اروح لفكره. هل ممكن انا مدرب سيدات ورجال اذا بدك. ممكن تكون عم تخبي الضعف بهذا المظهر الخارجي؟ هلا القوه، الضعف، حاله انت تمرق فيها. بس السلبيه حاله نفسيه انت مسؤوله عنها. طيب
انا بدي اياك تركز تشرب مي. اوكي بس شباب ممكن حدا ياخذهم منه هدول؟ شوفي اي شيء تمرقي فيه انت هي حاله انت طيب انت خلينا كيف لابسه مثلا نرجع بنطلون جينز وكذا، فانت هلا الحاله انت فيها ضعف. خلينا نرجع كنا. لفترة سوق الهال. انت بهي المرحلة كنت نام سولال اذا بدك متعه. طيب انت بهي الفترة ما عاد تواصلت مع اهلك، تهجمت على النادي يلي اخذوه؟ لا لا ما تهجمت على النادي؟ لا اكيد لا. شوفي اقول لك شغله، اي شيء بدي اياه انا لازم تكوني قويه مشان تاخذيه. الذي يؤخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه. كيف اكيد ماني همجي، شوفي انا ماني همجي اكيد لا. ما حاولت تحرق النادي؟ لا لا انا انسان راقي. شوفي انا كنت فاتح مراكز اذا بدك، مراكز تجميل اذا بدك، بجمل بحلي بنحف اذا بدك، الصوره كنت وبلحظه خسرت كل شيء. ما عندي مشكله برجع بعوض كل شيء، انا سويت كل شيء. موضوع وقت، شوفي موضوع وقت. اي شيء بهالدنيا بده وقت. في قهوه اذا بتساوي فنجان قهوه بده دوله، بده مي، بده غاز، بده سكر، اذا بتحبيها حلوه بده قهوه. كل شيء بده وقت. احنا ما عندنا صبر. انا بالعكس عندي صبر ما له حدود، ما عندي مشكله بشيء. هلا طموحي صار اكبر. رجعت بلشت من الصفر بهي المرحله، بدون اهل، بدون عيله، بدون شغل. انا من زمان هي قاعدتي، انا من زمان انا لحالي بس، ما بدي حدا معي. اللي معك بيربطك بلبكك، مو مرتي. يعني كانت بالنسبه إلي قيدتني، اكيد كانت نقطه ضعف إلي بالنسبه إلي. كانت نقطه ضعف. ايه اكيد بس هي كانت مقويتني على فكره، كان قوه. اذا عم بتشوفك اليوم شو بتقلها كلمه؟ شو بحبك اكيد. شوفي شخص حبيتيه ما بتكره اكيد، ما يعني انا حبيت شخص اكيد ما راح اكرهه. لا بتتمنى تكون اليوم سعيده مع الشخص اللي تزوجته؟ لا اكيد لا. اكيد لا ما بتتمنى على لا. السعاده؟ بس اذا اكرهها ما راح اكرهها، بس ما بتمنى لها الخير. اذا شفتها شي يوم بالطريق بعمل حالي مو شايفها او بحرق عيوني. تحرق عيونك. انا ما بشوف اولادي عشان ما اشوفها. ما انا عدي صار لي 10 سنين ما شفته مشان ما اشوفها، ما بدي اشوفها اكيد. مشان ما تشتاق لي، مشان ما تحن لي. بعرف حالها ما فيها تقاومني اذا بدك. ليه رح تبكي؟ بتحبني لانه ليه رح تبكي؟ لا اكيد ما لا. شوفي انت لا، في العكس هي احاسيس ومشاعر. قلت لك انا عشت قصه حب 13 سنه، هذا الشيء بقويني. انا اسف تفضل. هلا غيري ما عاشها. حتى الدمعه بتقوي، الدمعه قوه. اي شيء بالدنيا متعه. شوفي انا ساحر اذا بدك، باسلوبي، بحديثي، طريقه تفكيري اكيد. ماني شرقي انا لا، وماني غربي لا. طيب اشرب مي، روق. انا اسفه اجيت كثير عليك. لا شوفي بالعكس شوفي بدي تستفزيني اكثر، معلش بحب انا الاستفزاز. شوفي انا صريح كثير. شو بتتمنى للاشخاص يلي اذوك بهديك المرحله، اللي رجعوك لتحت الصفر؟ ما حدا، بالعكس قووني. اذا عم يشوفوك اليوم شو بتقول؟ قووني وما بشي نسيتهم. ماني فاضي، انا ماني فاضي افكر شو صار معي من شي سنه ومن شي سنتين اكيد لا. وصل الفكره؟ هلا انك توقفي على اجريكي او انت واقفه على اجريكي هذا اكبر انتصار. شو بتقول لشخص ضعيف اليوم عم يخسر كل شيء بحياته ومتواجد بنفس النقطة اللي كنت متواجد فيها؟ الكل ضعيف بهديك المرحلة. الكل ضعيف إذا بدك، ما حدا شو قوي. بتقول لهم؟ كل ضعيف ما حدا قوي. شو بدك تقولي لهم؟ كل ضعيف، خذي مني. الكل بيخاف. كل الشعب بيكون كل جوا البكيت، كل عايش بخوف. كل شيء، كل واحد عنده فوبيا من شيء معين إذا بدك. وغير هيك في كتير عالم ما في يحكي، ما في يعبر، ما في يأثر، ما في. أو هيثم خسر كل شيء. أحلى مش أربح كل شيء. بالضبط. فهو هذا قصدك على فكرة. أنا ما عندي مشكلة بالخسارة. ليش؟ لا. فيني أعوض، فيني يعني أسوي اللي بدي إياه، أرجع أعوض كل شيء. أنا أي شيء وصلت له أنا سويته بإيدي. تمام، ما احتجت حدا، ما حدا سوالي هذا الشيء. طيب مو بابا والله سوالي النادي أو المركز أو لا أكيد لا.
انا تعبت واشتغلت وهلا رح ارجع اشتغل واتعب. واذا بدك يمكن فيني من غير ما اتعب وهاي شغل قانون الجذب، تجي اشخاص تعطيني مصاري وافتح مشاريع. على فكره انا مشروع رجل اعمال. اهم خصله برجل الاعمال انه ما يخاف. اكيد يكون صريح ما يكذب. اهم شيء انك ما تكذبي. بس انت بتكذب. تعلمت الكذب بس ما بكذب انا. انت قلت لي راجع اجوبتي. قلت لي انا اكبر كذاب. اي اكيد لانه ما شاء الله الكل صادق. الكل صادق خزات العين. لك واحد عم يكذب على حاله خليني ساكت. انا بخير انا بخير انا موجود انا كذا انا بخير. اي اكيد. هون المشكله الرجال قوامون على النساء. هلا العكس. والله عم بحكي جد انا بزعل عليهم على فكره. هلا انا صح اني خسرت حبيبتي او خسرت كل شيء بس رجل. كنت بعمرها صوتها ما لي صوتها علي بالمره، لي صوتها مره واحده اخر شيء هجرتها 45 يوم مثلك مثل بنتك. بس انت ضربتها. اكيد ليش على صوتها؟ ضربتها ضربه مميته كمان. ربطتها تحت درجتك بجنزير. ربطتها على الدرج بجنزير؟ ليش على صوتها؟ انا ما عندي شو في. انا مره شو بدي امين، مره شو بدها امين بس صوتها ما يعلى. اكرم علي مره يعلى صوتها عجوزه منيح ما قتلتها. كان ممكن انك تقتلها؟ ممكن ممكن الله يرحمني. يعني كل شيء صار فيني الحمد لله ما صار شيء ما قتلتها. شوفي انا رجل ما في مره صوتي يعلى عجوزه اكيد لا. انا بتخيل كل شيء بس انه واحد مرته يعني مرته يعني هي من صلبه. بس الفكره لو امر السجود لغير الله كان امر المراه ان تسجد لزوجها اذا بدك. فانه هي المراه انا يعني كرست حياتي لها وتركت الدنيا كلها مشانها وبعت بيتي وفتحت لها مركز وسويتها مدام وعم بهتم فيها وعزلت حالي عن الدنيا كلها مشانها. انه صوتك يا لا كثير هيك. هي بعد 13 سنه اذا بدك. وبعد حب. شوفي هلا في شغله انا بصراحه كل شيء الا على رجولتي اكيد لا. هذا الشيء الوحيد. شوفي انا هلا حتى اي مره مو مرتي اي مره انا يعني كنت مره عم شغل برشا صدقا وحده طلعت على كنت عم شغل فيلا قالت له ما بتشوفوا لا هون للمهندس كلكم برا. طلعت لعندها قلت اسمعي لك انت ومصاريكي وكلك انا مو شايفك بدفنك وبحفر لك قبر تحتك انا استثني بالله نصيحه. طبعا للاشخاص اللي ما بيعرفوا انت كنت تشتغل بمهنه البلاط ولهلا في يرجع انا شوفي طيام بلاط معمرجي عتال اذا بدك بسوي الهال شو بدك بيع خبز ما عندي مشكله. بهمني شغله وحده انه اي شيء بدي اياه انه جيبه ما احرم حالي من شيء. طيب خلينا نحكي شوي عن شكلك الخارجي. شو ما شكل خارجي؟ في اشخاص بيقولوا انه الحجم ما طبيعي عم تاخذ هرمونات. ممكن. انا باكل لحم اكل لحم فطور غدا عشاء لحم. وهرمون الدكه هلا هي الهرمون على فكره والله عن جد انا معي دكتوره بتفجير طاقات على شهاده بالعالم اذا بدك. هلا عم باخذها مشان الشباب مو مشان عضلات بدك تاكل وتلعب. احنا المدرسه القديمه هلا احنا القدامى. هلا شوفي هلا في شغله في الفرق بين اللعيبه القدامى واللعيبه الجديده. اللعيبه الجديده متعوده على البروتين وما بروتين والدايت وما دايت والحميه بس هذا الهرمون كترته بسبب ادمان بسبب تلف خلايا الدماغ على الكتره. مين قال لك بسبب حاله من الاكتئاب. مين قال لك اي هرمون انت بتاخده اليوم بدون مين قال لك كل هرمونات بنائيه دكه تستوستيرون البريم اي انسان عادي اي انسان طبيعي فيه ياخذهم اي انسان طبيعي لو ما عم يلعب حيث فيه ياخذهم حتى مانع الحمل. ليش ما حدا انا ما بنصح مانع الحمل. مين قال لك مانع الحمل عم ياخذوه بياخذوه ليحبسوا سوائل ليعطوا حجم. هلا هدول جدبان هدول اذا بدك عم ياخذوا كمان شغلات البليره. هلا هدول اللي عم يسووا نفخ وما نفخ اذا بدك في زيت اسمه الروفين. زيت اسمه الروفين العالم عم تحقن حالها فيه اذا بدك نص العيب رح تسمع كلام رح تحقن منه اذا بدك 1000 لتر بتعرفي قد ايه حقهم؟ قديش؟ 25,000. هذا كان ياخذوه بالسبعينات اذا بدك ونص العيب حاقنه منه اسمه زيت الروفين. انت شو بتتبع اليوم؟ بتاخذ الدكه بتاخذ مانع هلا انا شوفي انا باكل انا اعتمادي على الاكل وبشيل اوزان انا بلعب كل يوم دائري. انا بلعب كل يوم كل العضلات
وبعنف بعدوانيه. هلا انا بس كون ضايج فش خلقي بالنادي عشان ما اضرب حدا او اذي حدا، هاي فش خلقي بالنادي. واكلي لحم انا على فكره هو الهرمونات يلي اخذتها بالدكه ولا هي الهرمونات بتسبب عدوانيه كمان. لك يقول لك احنا بحثنا يعني عن هذا الموضوع. يا انا هلا المواد اللي باخذها انا ما حدا اخذها اول شغله، وما حدا بيعرفها. انا باخذ مشان العظم بعد ال 21 بيأسى. انا باخذ احماض امينيه وفيتامين حيواني ما له اي تاثير بشري. انا كل 6 اشهر عم بعمل تحاليل منتظمه، تمام، سائل منوي، خمائر الكبد، مشان السكري بالجسم. عم تحافظ على عمرك؟ حابب تضل بعمر الشباب؟ اكيد. انا هالمواد انا اذا بدك جسمي يعني شو بدي اقول لك، انا لو الشيء اللي حاطه على جسمي لو مو حاطه على جسمي عندي بيت وسياره وفيلا اذا بدك وشركه يعني. قديش بتحط على جسمك؟ من سنه 2000 لهلا عم باخذ كل شيء انواع هرمون. انا اعتمادي على جيناتروبين غالي. سنتي حق $20 سنتي. انا كل 3 اشهر بدي 100 سنتي. الفيريموبولان حق السنتي يعني 50,000. بس هذا كله بدون دكتور، بدون استشاري. مين قال لك انا دكتور؟ انا هلا في شغله، انا مدرب، انا طب رياضي اذا بدك. طب رياضي؟ هلا بيجي مثلا دكتور قلب، شو دخله بالعضلات؟ لك شو فهمه انت دكتور قلب يا عمري يا روحي. في شيء اسمه طب رياضي مو موجود عندنا بسوريا. بيطلع الدكتور يتفزلك بيقول لك والله هاي هرمونات بتضر. انت جربتها اخذتها؟ انا لو من الهرمونات انا مقعد، انا رجل مقعد، انا ايدي ليك مقطوعه، انقطاع 5 اوتار والعصب الرئيسي تاع الايد. كيف انقطعت ايدك؟ بالازاز عصبي. ليش كسرته؟ لا والله بيش شاي صيني مسكته. عاد انا مدرب يوغا، لو فعسته ما صار لي شيء، بس ذكرت انه ازاز انفجر بايدي. رحت على المشفى، عم عمل لي هيك قطع لي كل شيء اوتار. قالوا لي بدي اقطع ايدك وكذا، ورحت على مشفى خصوصي. وشو عملت بعدها؟ وصلته؟ قال لي العمليه نجاحها باوروبا 35%. قلت له انت وصل كل شيء وترك الباقي علي. خلص انت وصل 3 ساعات ونص بالعمليات بدون تخدير. تخدير موضعي. طيب انا بدي احكي بشيء اللي هو رأي العالم فيك اليوم. انا بدي احكي وانت بتعلق. في اشخاص بتقول مجنون، انه غير مجنون، انه هذا شخص ممكن يكون بيتعاطى، لهذا السبب بيفكر بهي الطريقه. لحتى اوكي، لحتى اقول لهم انا بتعاطى. اي حدا بيتعاطى على فكره. كان الكبتي مثل ما عم يحكوا كبتي بينحف، بياخذ كبتي ما بياكل فبينحف اكيد. يعني اي مواد مخدره بتنحف يعني. وانا بخاف على جسمي رياضي اكيد يعني ما يعني يعني هي الشغله اكيد منفيه. ما جربت؟ بلا اكذب عليك جربت. شو جربت؟ انا جربت كل شيء. انا بحكم دراستي جربت كل شيء على بالك. بحكم دراستك؟ اي اكيد. اي دراسه؟ هلا انا عندي لعيبه، تمام، فكل لاعب كان يجي عندي بدي افكر كيف تفكيره، شو الحاله اللي وصل له اياها، هذا الشيء شو اثر عليه، ليش سيطر عليه، ليش صار عنده ادمان، وكنت عالجهم اذا بدك. ما ادمنت؟ لا اكيد لا. هلا شوف الادمان او اللي بيشرب بدوخ او كذا حسب نوعيه الدم. هلا في عم بيشرب كاسه بدوخ، في عم بيشرب لتر ما بدوخ، حسب نوعيه الدم. ما دخلها انه مراجل وكذا وانا بسكر وانا ما بسكر، اكيد لا. في عالم بتشرب مشان تدوخ وعالم بتشرب مشان قوه. هلا المشروب شو بيسوي المشروب؟ هلا اللي بيشرب كاسه ويسكي واللي بيشرب كاسه ميلو نفس الشيء. نفس الشيء. اشربي كاسه ميلو ثقيله، والله عم بحكي جد. وهذا كلام علمي، انا درست طب يعني، بس انا ما بدي اتعمق كثير لانه خلي نحكي على العالم على قدها. هلا جيب كاسه ميلو حلوه وجيبي كاسه ويسكي، شو الفرق؟ التنتين نفس المفعول، بيشيلوا في حاجز بين الايمن والايسر، فبشيل هذا الحاجز وبيجمع الاثنين مع بعض. هذا اللي عنده امتحان، اللي عنده دراسه، اللي عنده بكره فحص مثلا، قبل بيوم الساعه 12 بالليل شرب كاسه ميلو حلوه، فكل شيء درسته بتتذكره بالامتحان اكيد. بس الويسكي كحول والميلو لا ما تشرب ميلو. ايه الميلو شيء والويسكي شيء. نفس النتيجه اكيد. اثنينهم نفس النتيجه. نفس النتيجه بيعطيك. هذا بشيل الحاجز بين الايمن والايسر، وهذا بشيل الحاجز بين الايمن والايسر. هذا بيعطي طاقه وهذا بيعطي طاقه. مشروب طاقه على فكره. بس اللي بيشرب مشان يسكر بيسكر. بدي اقول لك اسم. هلا رايح الجامع، تمام، رايح الجامع ورايح الكازينو. طيب بدي اقول لك على اسم ما بعرف اذا رح تتذكره، هو شخص قديم
علي صقر. هذا تلميذ عندي والله، كان ساكن بالفضل اذا بدك. كان هو ابوه، قلت له انا راح درسك على حسابي. كان يجي يدرب عندي، كل يوم اعطيه 300 ليره، روح على الجامعه وجيب لي محاضرات. حتى انا صعقت انه دكتور بالطاقه الكامنه وما دكتوراه بالتصوف صابه التهاب امعاء. قلت له كثير هيك، كثير هيك يعني، جد كثير دكتور صابك التهاب امعاء و3 اشهر قاعد بالمشفى. هو اللي علمك بالطاقه وبهي انا علمته. انت علمته؟ اكيد. كنت خليته يدرب عندي طاقه، كنت طير عالم بالجو اذا بدك، وتركيز وجمع الهواء. هذا الهواء بنركز احنا عليه بس انا ما عاد لي خلق انه في العالم وكذا وفوت بالجو هذا كله. انا كنت كارس حياتي. شوفي انا حياتي يمكن لكل جمهوري، انا كنت عايش تحت الارض. يعني هاي العالم كلها هي ما كنت شايفها، ما بشوفها. انا حياتي تحت الارض بس. كيف يعني تحت الارض؟ حياتي تحت الارض. بيجي على النادي مثلا الصبح، بطلع اخر الليل. قصدك انه مكان كمكان يعني ابو هيك؟ ايه، كان شيء تيجي عندي عالم دربه، كل واحد عنده طاقه، كل واحد كذا. فانا حياتي كلها تحت الارض بالنادي، يعني ما دخلني بالعالم الخارجي هذا وتفكيركم وكذا. يعني انا كل لعيب بيجي عندي بقويه، بعطيه طاقه، كل شخص عنده طاقه بشتغل عليه. فانا متعمق بموضوع الطاقات اكيد. طيب شو رايك بالدين؟ هلا خلينا بالرياضه، شو رايك؟ والحب. الحب مصدر الطاقه، خلينا بالرياضه. الدين المذهب الهندوسيه شو رايك فيه؟ هلا خلينا بالرياضه، شوفي لك خذي مني. ليش؟ هلا الرياضه اساسيه، بعدين سوي اللي بدك اياه. هلا الحياه البشريه كلها مبنيه على 3 شغلات: لقاء مرضات رب العالمين. شوفي انت بتحكي شيء يعني مثل المذهب الهندوسيه اللي بيقولوا فيه انه ما في كارما، ما في هلا حسب قناعة. هلا في انا عندي قاعده حسب قناعه كل شخص. انت مالك متبع شيء معين يعني بتمشي عليه؟ لا اكيد لا، وما بتمسك برايي. اهم شيء انك ما تتمسكي برايك، لانه انت قناعاتك تتحدث وتتطور حسب المحيط. اكيد غلط تكوني انت متمسكه بمبادئ وكذا وقناعات لا اكيد لا، تتعب كثير. نحن عايشين مع عالم بلا مبدأ. اكيد بلا مبدأ. بلا ولا شيء اذا بدك. والله عم بحكي جد. كل واحد وين بده مصلحته. وين مصلحتك اليوم؟ انا كل مصلحته معي. انا ما عندي مصلحه. انا بهمني، شوفي انا بفكر، بتعرف شو اللي بقويني؟ انا بفكر يوم اخر يوم راح اعيشه، فما بخلي شيء بنفسي، بس ثاني يوم برجع اعيش. ما بشي الا ما سويته انا. وحياة الله تموت؟ بحب الموت، ما بخاف منه، بس اكيد بحب حلوه الحياه. بس اذا الموت ما عندي مشكله بالموت. تهوس علي كثير على فكره. حكينا بهذا الموضوع. ما عندي مشكله. طيب أنا بدي أتشكرك كثير على تواجدك معنا، وأنا آسفة إذا شفت دموعك اليوم. لا هاي لمعة، هاي بريق. بدي أتشكرك كثير. يعني حتى أنا بحب أحكي لجمهوري كلمة واحدة وحياة الله. أهم شيء أي شيء تساويه تكون مقتنع فيه وما تندم. أكيد لا، لو خسرت عبرة أو درس. اليوم كنت معنا هيثم العمري من بودكاست سوما أحلى، سوما هيك يعني. لا أحلى. اليوم بشكل ثاني. خلص رجع للسوما هلا. يعطيك ألف عافية وشكرا كثير لوجودك معنا اليوم. هلا